ودابا 31 يوليوز 1670 خرج مويط من باريس، وكانت الوجهة ديالو هي الهند الغربية. الهند الغربية اللي كيتقصد بها هي ميريكان. غيبحروا على متن باخرة شراعية سميتها الملكية، مزودة ب6 ديال المدافع. هكا كانوا السفن هذيك الوقت كيحميو راسهم من القراصنة اللي كانوا منتشرين في كاع أنحاء العالم. بعد أسابيع في البحر غيتلاقى مع واحد السفينة هولندية كانت في المغرب ورجع بحالها. غادي يقولوا مالين هاد السفينة المويط على أنهم حرقوا شي سفن ديال قراصنة سلاح، وغيسولوهم واش ما شافوش واحد السفينة من نوع فليوت. غيقولوا ليه لا، غيقول لهم على أنها سفينة ديال قراصنة سلاويين، وغيقول القبطان السفينة على أن سفينة القراصنة راه ما بعيداش عليهم بزاف. المهم غيتفارقوا هاد السفن بجوج، وغتكمل سفينة مويط طريقها في اتجاه الهند الغربية. المهم لغدا غيسمع مويط ونزلاء السفينة واحد الولد كيغوت وكيقول على أنه جوج سفن متوجهة في اتجاههم، ما جاو فين يتجمعوا ويشوفوا شنو واقع، حتى لقاو راسهم ولاو تحت مرمى المدفعية ديالهم. كيقول مويط على أن السفينات بجوج كانوا رافعين رايات تركية، وهي الحقيقة كيف ما تم ترجمتها على أن مويط شاف رايات إسلامية، وهما الغرب في هذيك الساعة كيعرفوا الإسلام عن طريق تركيا والرايات ديالها. المهم كانوا هاد القراصنة هازين رايات إسلامية. غينزلوا القراصنة في سفينة مويط وغيسولوهم ديال من هاد السفينة وفين غادا. غيجاوبوهم على أنهم انطلقوا من دياب ومتوجهين لأمريكا. غيقول لهم القرصان في الأول ما تخافوش، ما عندكم منش تخافوا، بغينا غير القبطان ديالكم يتوجه للسفينة ديالنا يورينا الجوازات ديالو. المهم غيرجعوا القراصنة للسفينة ديالهم وغيتسناو القبطان يلتحق بهم. هنا القبطان غيقول للركاب على أنه هذه هي السفينة اللي قالوا لنا عليها الهولنديين. هنا غادي يمشي مع بعض البحارة في زورق الإنقاذ وغيقول لهم باش يحضيوه، إلا رمى طربوش ديالو في البحر فهذا معناه أنهم القراصنة فهذيك الساعة يدافعوا على رؤوسهم بالمدافع ديال السفينة. ولكن كيقول مويط أنهم تعرضوا للخيانة من طرف القبطان اللي ما عطاهمش الإشارة، بل أنه غيرسل رسالة رئيس السفينة غيقول ليه خلي المسلمين يطلعوا للسفينة، راهم مسالمين، بغاو غير يشوفوا واش كاين شي أجانب مخبئين. وهكا غيسمح الرئيس باش يطلعوا القراصنة المغاربة على ظهر السفينة، واللي غير طلعوا يجبدوا الأسلحة ديالهم. غيستسلموا الركاب، غيقتلوا القراصنة واحد الشاب وغيضربوا شي وحدين بالسيوفة ديالهم، وغيبداو يقلبوا السفينة كاملة قنت بقنت. ومنين غيغنموا اللي غيغنموا غيكتفوا الأسرى وغيطلعوهم للسفينة ديال القراصنة وغيتوجهوا راجعين للسلا. غينزلوا الأسرى أخيرا، واللي كان العدد ديالهم 40 راجل و4 ديال العيالات. المهم غير وصلوا للسلا غيديو مويط القبطان للسفينة اللي غيشدهم حتى لأواخر أكتوبر، وهذيك الوقيته فين غيديهم لسوق النخاسة باش يبيعهم. غيوقف مويط وواحد آخر من الأسرى غيشدهم دلال من يديهم وغادي يبقى يديهم ويجيبهم في السوق. وبالمناسبة السوق كان قريب من بوركراك. كانوا الشراية كيقول مويط كيوقفوهم باش يقلبوهم، وكانوا كيركزوا على وجوههم ويديهم بالخصوص، ومن تما كيعرفوا واش هاد العبد كان من عائلة لاباس عليها ولا غير شي حفار ما يكسب ما يعلم. ومن تما إلا بانوا ليه يديه نقيين وماشي ديال تمارة كيبداو يتزايدوا عليه، حيت كيطمعوا على أنهم يتفاوضوا مع عائلاتهم على فدية باش يطلقوهم. غيتباع كيقول مويط حداه فارس مالطا وامه ب1500 ريال، بينما غيتباع مويط ب360 ريال. سلمني الدلال للسادة ديالي واللي كان العدد ديالهم 4، 3 مسلمين ويهودي. غياخدني واحد العبد صغير واحد من الغلمان وغيديني لواحد الدار بحال شكل ديال لوطيلات عندنا. شويه غيجيو 3 من السادة ديالي واللي كانوا كيملكوا فيا النص، جاو باش يشوفوني. واحد فيهم سميتو محمد المراكشي
والثاني سميتو محمد ليبوس، تاجر في الصوف والزيت، وهو راجل الله يعمرها دار كيف ما غنعرف من بعد. اما الثالث فكان يهودي سميتو ربي يمين، شراو ليا شي حوايج لبستهم ومن بعد غادي يديني لمراكش لدارو باش يوريني لمرتو. وهذيك الساعه جابت ليا خبز بيض والسمن والعسل وشويه ديال التمر والعنب، وكتقول لي كول. وانا بيني وبينكم كان قاتلني الجوع، وفي وقت قصير نزلت على كل شيء بكثرة الجوع. شافتني المرأة لحست بصل بغات تزيدني، لكن انا حشمت، هزيت طربوشي من راسي زعما قلت ليها بارك شبعت. منين ساليت الماكله غادي يديني لمراكش وغير رجعني مره اخرى لهذيك الدار اللي جابني منها المره الاولى. وتما غيجي عندي اليهودي غيسلم عليا بالاسبانيه وغيقول لي شوف سيدي، راه الله كبير، كون شجاع والله غادي ينقذك من المحنه اللي انت فيها. غيسولني واش عندي اب وام وواش والديا عندهم الفلوس باش يقدروا يفديوني بها. انا هنا تفكرت هذاك الشيء اللي علموني صحابي في السفينه، كيفاش نجاوب الساده ديالي الا تعرضت للاسر. وغادي نجاوبو راك غلطتي منين قلتي لي يا سيدي، انا افقر واحد في الجماعه كامله اللي شفتي، ما عنديش ريال اللي نعطي. غادي يقول لي اليهودي باللي بقيت فيه وبقى فيه الشباب ديالي، وغيأكد ليا باللي الا تفاوضت معاه راه غيقدر يقنع الملاك ديالي الاخرين باش يتفق معاهم على ثمن قليل باش يحروني. غادي نقول ليه باللي راه قلت لك الا كان ثمن الحريه ديالي كيوصل للريال فراني ما عنديش. طبعا الحوار بيني وبينه كان بواسطه الترجمان اللي غيقول لي على ان المالك ديالي غيقول لي على انه الا ما كانش عندي باش نفدي راسي نقدر نرسل رساله للوالديه يجمعوا لي الفلوس، والا ما قدرتش في الاخير باش نفدي راسي غيديروا لي الاغلال في رجلي وغيضربوني بالعصا ويخليوني نموت بالجوع في مطموره. منين سمعت هاد الهضره تزعزعت وطلبت باش يجيبوا لي ورقه وستيلو. بغيت نقول ريشه باش نكتب، جابوا لي الورقه وبديت كنكتب الرساله ديالي لخويا باش يجمع لي صداقه ديال 40 ريال. منين نقرا اليهودي الرساله عرف باللي الثمن اللي عطاو فيا ما نستاهلوش وما نسواهش في السوق. المهم غادي ندوز عام تقريبا كعبد عند واحد من الساده ديالي الربعه، غنعيش مزيان. مرت السيد ديالي كانت مهليه فيا، كنت عزيز على ولدها اللي ما بقاش كيقدر يتفارق معايا. ولدها كان صغير بزاف وكانوا واخا مول الدار كيشتم فيا وكينهرني ويعايرني، ولكن على الاقل كنت كناكل من ماكلتهم بحالي بحالهم وما كيشقاوش عليا. غنبقى على هذا الحال حتى داز هذاك العام فين غتقلب حياتي سفاح على علاها، وعاد غادي نبدا نعيش العبوديه الحقيقيه. بدا التحول اني غادي يسول عليا السيد ديالي الرابع واللي كان حاكم القصبه واللي كيملك فيا النص. يقول لي واحد من الاسياد ديالي على انهم غير تزرفوا فيا وكنت بالنسبه ليهم مو في زافير. هنا غيقول لهم هذا السيد الا بغيتوا فلوسكم نعطيها لكم وتنازلوا لي على حقكم فيه وانا غنعرف كيفاش نخليه يقر. غادي يقبلوا الساده الاخرين بخاطرهم وغيتنازلوا على حقهم، وغيولي حاكم القصبه هو السيد الوحيد ديالي. وهنا غنبدا نعيش العذاب. اول حاجه تغيرات هي الماكله. بعد ما كنت كناكل ماكله الاسياد ديالي من السمن وعسل وتمر والخبز الابيض، غادي تولي الوجبه الوحيده ديالي هي الخبز الكحل والماء، وغادي يولي نعاسي في مطموره عامره بالخنز والوسخ والزبل. اللحاف ديالي كان هو التبن. في هذا الوقت غيطلب مني القايد باش نخلص 1000 ريال كفديه. غادي نجاوبو باش جاوبت اللي قبل منه، ولكن الرد ديالو كان قصح من اللي سبقوه. غير غيشوفني معنت وغيعرف باللي ما غيصور مني والو، غيقرر يدفعني مع البنايه اللي كانوا كيرموا السور ديال القصر. دوزت شهرين في الخدمه وانا كندوز في العصا والضرب بلا سبب. منين كنت كنتشكى كانوا كيقولوا لي خلص 1000 ريال القايد. المهم منين كتر عليا الضق والعصا وتماره، قررت باش نمشي عند السيد ديالي ووعدتو باش نجيب ليه 500 ريال، غير يصبر عليا شويه ويهنيني من هاد العذاب بين ما جات الفلوس. ولكن غيجاوبني هاد السيد وغيقول لي
انا ما محتاج الفلوس. الامراء الكبار بحالي ما كيحروش العبيد ديالهم الا بفديه كبيره، ومن الفوق يبقاو عاقلين على الخير. المهم رجعني لتمارا والبني، ولكن غير دازت شيام شفت راسي ما غاديش نقدر نكمل في هذا العذاب. قصدت واحد من الخدامه ديالو وتوسلت ليه وطلبته باش يقنع سيدي باش نجيب ليه 600 ريال، وإلا قبل غادي نعطيه حتى هو 20 ريال. المهم غيقبل في الاخر وغيمشي معايا رئيس الخديم عند القنصل ديال بلادي باش نحروا العقد. المهم كنت موعد سيدي باش يصبر عليا منين نجي القوافل من بلادي لسلا، غادي نخلص ليه الفدية. المهم غيعطيني 9 شهور غير راحة وما كاين لا تمارة لا والو. ولكن المشكلة هي أنه دازت شهور اللي وعدتو بها وما جات لا فلوس لا والو. ومنين سولني قلت ليه بلي راه عييت ما ندير في المحاولات، ولكن السفن ما بقاتش كتقدر تجي لهاد البلاد لحقاش نايضة القيرة بين أمراء أوروبا، وطلبت منه باش يمهلني شهر آخر. منين غيتأكد بلي هضرتي ما منها والو غادي يزيد عليا في العذاب، غادي يسلسلني بسلسلة فيها 24 نرطل وغيدفعني للخدمة مرة أخرى. في هذا الوقت بالضبط غادي يشد مولاي إسماعيل الحكم بلاصة خوه اللي توفى مولاي رشيد. وهنا غتوقع واحد القصة درامية لسيدي. غادي يبان مع الوصول ديال مولاي إسماعيل للحكم أنه كان حاقد على سيدي، حيت فايت احتقره منين كان باقي أمير، وغير غيوصل للحكم غيأمر سيدي والعسكر ديالو باش يلتحقوا به الفاس. وغيبان على أنه كان باغي من وراء هذا النداء أنه يقطع ليه راسه انتقاما منه. ففي الوقت اللي غيسمع فيه سيدي هذا الخبر غادي يولي بحال المسعور، ما غيلقى فيه من يبرد الغدايد ديالو من غيري انا والعبيد صحابي. غيشد واحد الاسباني غيضربو ضربه واحده غيهرس ليه راسو، غيطيح كاو بحال الميت، غيخليه وغيدوز الاخرين واحد مورا واحد. كنت اخر واحد في النوبه، غيشدني وغيبدا يضربني لدرجه منين غيسالي ما غيبقى فيا حتى عظم صحيح. باقي كنعقل دويت راسي من ورا هاد القتله غير بالبيض وبوصيحه. ولا غدا غيتوجه سيدي الفاس، وغير غيوصل غيتقدم السلطان باش يقطع ليه راسو، لولا المزاوغه ديال بعض الشرفه والقياد اللي تشفعوا ليه عن السلطان. وفي الاخر غيقرر باش يسلبوا السلطه اللي في يدو كامله ويفك الجيش ديالو وجرى عليه وحكم عليه باش يعيش عادي كأي رجل عادي بلا سلطه. المهم هنا غادي نتحولوا لفاس منين تسلب سيدي السلطه، وغادي تبدا طريق العذاب، بحيث انا الوحيد في الاسرى اللي كنت مسلسل من رجلي، او كان خاصني نتمشى حفيان في عز الحراره والرمله كتحرق على طول الطريق. وبعد 15 يوم من الوصول ديالي لفاس غيثوروا السكان على السلطان مولاي اسماعيل وغيستنجدوا بخوه اللي كان ساكن في تازه. المهم غيتعين سيدي مره اخرى قايد، غيخلينا مع واحد العبد طيله المده ديال الحصار اللي دامت 14 شهر. غادي يعذبنا فيها هذاك العبد عذاب اليم سبب الجوع. كاع هاد المده كان كيوكلنا خبز النخاله والبقوله، حتى كنا غنموتوا بالجوع. كون ما عتقنيش القنصل مره بشويه ديال الفلوس كنا غادي نموتوا. غيخسر القايد مره اخرى، وغيقدر السلطان مولاي اسماعيل يسيطر على الثوار اللي حاربوا في جنب خو مولاي اسماعيل، وغيتم ضمن العبيد السلطان. المهم في النهار الثاني اللي جيت فيه لفاس كان فراشي هو حصيره من القصب، وغادي يتوجهوا بينا مره اخرى للخدمه اللي معروفه عند الاسرى وهي البني. تعجبت لقوه هاد الناس اللي كيبنيو هنايا. تخيل معايا السور اللي كيتبنى عالي بزاف، وواخا عالي كيخص البنايه يطلعوا التراب المخلط بالجير واللي ثقيل واحد تقل ما تقدرش تصوره، وكيخص البناي يهزو بحبل معلق في جراره وكيبدا يطلع هذيك الكميه حتى صباعو كيبغيو يتقطعوا بالحروشيه والثقل ديال الحبل. ملي كيبداو يخلطوا العجنه بالماء كيبداو يدكوا التراب باش يقصاح. الا شي واحد منهم عيا ووقف ما كيحس بحجره حتى كتجيه من الرؤساء ديالهم اللي خدمتهم هي هادي، اللي وقف يشيروا عليه بالحجر لدرجه البناي الا بغى ياكل كتلقاه كياكل الخبز بيد وكيخدم باليد الاخرى. كنا كنخدموا بحال هكا من الصباح حتى الليل، ومنين كيبانوا النجوم كيسوقونا لمركز الاعتقال، كيحسبونا واحد بواحد وكيوليو يتاكدوا مرارا قبل ما يسدوا علينا في الاخر.
واحد النهار واحد الاسير صبليوني غادي يدير واحد الغلط، غادي يتم الطواف به في كاع الزناقي فاس. كانوا الدراري الصغار كينغزوه بالقصب المنجور اللي كان بحال السهم، وفسالاو غيرميوه قدام باب القصر وغيقطعوا ليه راسو وغيترمل الكلاب. واحد النهار غيطلبوا اهل مدينه تطوان من السلطان باش يحرروا واحد الاسير منهم محكوم بالاشغال الشاقه في جنوا. كان هاد السيد اشهر القراصنه في هذيك المنطقه، سميتو السي بن حدو. غيرسل السلطان واحد اليهودي يقترح عليهم باش يطلقوه مقابل كاع الاسرى ديالهم، ولكن بما انهم كانوا عارفين على ان الاسرى ديالهم قلال، غيرسلوا للسلطان رساله غيقولوا ليه فيها ارسل لينا كلب ونرسلوا ليك الاسير ديالك. بغاو يقصدوا باللي المسلم عندهم ما كيعتبروه احسن من الكلب. وهنا الملك غيسخط عليهم وغيحلف باش ما يحرر حتى شي مسيحي مهما كان الثمن ديالو، وغيأمر السلاويين والتطوانيين باش يهجموا على اي سفينه مسيحيه وبكل قوتهم، وغيبني 2 ديال السفن جداد غير لهذا الغرض، وغيأمر العمال ديال سلاو تطوان باش يرسلوا كاع الرياس ديال السفن اللي تم أسرها وكاع المسافرين المهمين والتجار باش يتم أسرهم وسجنهم واستخدامهم في الأعمال الشاقة انتقاما على الإهانة ديال الغربيين للمسلمين. السلطان بالضبط هو اللي كان هو مولاي رشيد، كان مسالم بزاف مع المسيحيين، تستفزوه بزاف وغيولي أشرس واحد ضدهم، وغينقلب العاطفة ديالو الحقد كبير. واحد النهار غادي يرجع واحد الاسير مغربي من اوروبا، منين غيعيا بالفقر غادي يقصد السلطان مولاي رشيد وغيبدا يحكي ليه على اصناف العذاب اللي عاش مع خوتو المسلمين في اوروبا، وغيحكي ليه كيفاش كانوا كيوكلوهم اللحم الحلوف والحليب ديالو وكينعسوهم في الكواره ديال الحلوف منين عرفوا على ان المسلمين محرم عليهم ياكلوه، وغيبدا يحكي على اصناف العذاب اللي عاشوه. هنا غيتصدم السلطان وغيقول كيفاش خوتي في اوروبا كيعيشوا هذا العذاب كامل وانا هنا الاسرى ديالهم عايشين في النعيم. غادي يامر السلطان باش يتم جمع كاع العبيد ديالو في ساحه المشوار، وامر عبيدو الاخرين باش يجمعوا الحطب في الساحه، وغيقرر باش يشعلوا النار ويحرقوا كاع الاسرى ديال الاوروبيين. هنا غتوصل الخبار عند شي امير او شريف اللي غيمشي عند السلطان وغيبين ليه على ان هذا ظلم، وعلى انه تشد 20 عام في اسبانيا وما كانش كيشوف على انهم كيعذبوهم، بل انهم كانوا كيخدموهم في خدمه معقوله، يعني يقدر المغربي يديرها بسهوله بحسب قوله. وغيقول الا ما تيقوش يغوت على اسرى اخرين دازوا من اسبانيا يقولوا ليه الحقيقه، وفعلا غيقولوا ليه نفس الكلام، وغيعرف باللي هذاك الشخص الاول كان باغي غير باش يتعاطف مع الملك ويعطيه الفلوس. غيعيا الملك ما يقلب عليه ولكن ما غيلقى ليه اثار، وهكا غيرجعوا الاسرى لبلايصهم وغيخفف عليهم من العذاب من بعد. من بين القصص الاكثر قسوه اللي نقدر نروي لكم في عهد السلطان مولاي رشيد هي واحد القصه ديال واحد القائد صبليوني، كان قائد عام الفرسان من ليليا، المدينه اللي كيحتلها ملك كاثوليكي. كان هذا القائد ديما كيشن هجمات على الامازيغ او البربر كيف ما كيسميهم الغرب في هذيك الوقيته. المهم كان كيأسر السكان بالعرام، كيسوقهم جماعات كأسرى، وبالقوه ديالو غيدفع السكان المغاربه لقمم الجبال باش يأمنوا من شره. حتى واحد النهار غادي يديروا ليه واحد الكمين فاعل تارك بالمساعده ديال اهل الريف. غادي يقدروا بعد معركه طويله مع الجيش ديالو اللي بزاف منهم هربوا، غيتصابخوه هو اليد اليمنى ديالو، وهكا غيتم الاسر ديال هذا القائد هو وخوه. غيهجموا عليهم السكان وغيشدوهم، غيبغيو ينتقموا منهم، ولكن غيدخل عامل الريف وغيحبسهم وغادي يديهم لخيمته. غيداوي الاخ المضروب ولا غدا غادي يتحرك بهم في اتجاه فاس باش يقدموا للملك. غيستلموا الملك ولكن غيتعامل معاه معامله مزيانه. غيعيش كاسير بعد ما رفض طلب الملك بالدخول في الاسلام. غيبقى تقريبا عام على هذا الحال بحالو بحال كاع الاسرى. حتى واحد النهار غيتجمعوا السكان اللي عاناو من البطش ديالو وغيخافوا انه الا بقى على قيد الحياه ورجع للقياده غينتقم منهم. وهادشي علاش طلبوا من الملك باش يسلموا ليهم مقابل واحد المبلغ كبير،
ولكن الملك ما غيسلموش ليهم. بقات الامور غاديه عاديه حتى واحد النهار غيلقى الملك واحد من المخازنيه سكران بالماحيه. هنا غيسخط وغيرسل خوه مولاي اسماعيل باش يجيب لوبيز القائد العسكري الاسير وكاع الاسرى ال11 اللي معاه. منين غيجيبهم ليه وغيوقف لوبيز قدام الملك اللي غيسولو علاش سمحتي للاسرى يبيعوا الماحيه للمغاربه وانت عارف بلي انا كلفتك باش تكون رئيس الاسرى. في اللحظه اللي غيهم لوبيز بالجواب غيجبد الملك السيف ديالو وغيضربو ضربات قاتله غيطيح فيها لوبيز جثه هامده. من بعد ما طاح لوبيز غينتقل للاسرى الاخرين وغيبدا يضرب فيهم بالسيف حتى غادي يدخل صهر الملك اللي غيحيد ليه السيف وغيقول ليه بلي لو وصلت هاد الاخبار للاسبانيين غيقتلوا كاع الاسرى المغاربه اللي عندهم. وهكا غيوقف الملك ولو ان بعض الاسرى غيموتوا من بعد متاثرين بالجراح ديالهم. المهم بعد ما جا مولاي اسماعيل كملك غادي تعجبو مكناس ولو ان القصر ديالو اللي كان عايش فيه فاس من اجمل ما يكون، ولكن هو بانت ليه ينقل البلاط ديالو لمكناس. وهنا بدات قصتنا مره اخرى مع العذاب، حيث البنايات ديال مكناس كانت قديمه والملك جديد بغى يجددها باش ينتقل ليها. المهم منين وصلنا لمكناس غيتلاقانا في باب القصر راجل كحل وطويل، شوفات ديالو كيخلعو، الصوت ديالو بحال هادير سير بيروس مول 3 ديال الريوس شاد في يدو عصا كبيره بحالو. كان السلام والترحيب ديالو هو الضرب. مع استقبلنا بالعصا ما زقل فينا حتى واحد، غيسوقنا لواحد المخزن باش نختاروا الفيسان باش نخدمو، وكل فاس هي فاس تقل ديالهم ماشي طبيعي. منين كل واحد فينا خدا فاس غادي يسوقنا لواحد الصور وغيقول لينا ريبوه. كانت هاد الخدمه كتبدا من الفجر حتى كيطيح الباش، كنبداو نخبطو حتى كنتهلكو، ومنين كنوقفو باش نرتاحو كناكلو قتله ديال العصا. كان هذاك العبد ما كيخليش لينا حتى الفرصه باش ناكلو وما كيفارقناش نهائيا، وإلا كتابو مشى يقضي شي حاجه كيخلي لينا اللي كينوب عليه، كيصحاب لك النواب ديالو كانوا ارحم منه. ثق بيا الا قلت ليك كانوا خطر منه، لحقاش كيبغيو منين يجي يبرقوا ليه على كاع داكشي اللي وقع وشنو داروا في غيابه باش هكا يثيق فيهم اكثر. كانوا هاد النواب ما كيحبسوش من السبان والمعيور والضرب، كيقيدوا اللي غلط، ومن كيجي العبد الكبير كيقولوا ليه على المنحوس اللي غيتضاعف ليه العذاب. كان هاد العبد كيضرب في البلاصه اللي انت مجروح فيها ولا ضعيفه عندك، المهم البلاصه اللي غتسبب ليك اكثر الم ممكن. كانت البلاصه المفضله عنده هي الراس، ومنين كيفلق راس شي واحد كيجيب الجير وكيديروا ليه في الجرح زعما باش يحبس الدم. اما الا هلك شي واحد بالضرب وما بقاش قاد ينوض كانت عنده واحد طريقه جهنميه كتخلي المشلول ينوض من بلاصتو. كانت هاد الطريقه هي انه كيضربوا لبلاصه اخرى حتى كينسائل من البلاصه الاولى. غيستمر هاد العبد في التعذيب ديالنا شهور وشهور بلا ما يعيا ولا ينقص من العذاب ديالو، بل عاد ما زاد تسخط. وكرهنا اكثر منين عرفنا شكينا به الملك، غيضاعف لينا العذاب حتى غيموتوا على يديه 20 اسير طيله 3 سنين. كنا غير كنشوفوا وجهه كنبداو نقفقفوا من الرعب، اما الا هضر فكافي اننا نبداو نزربوا ونعجلوا في الخدمه. وفي الصباح منين كنا كنسمعوه كيقول ايوا يلا خرجوا، كنا كنتسابقوا على شكون يخرج الاول حيت الاخرين غادي ياكلوا قتله ديال العصا. ومنين عينا بالعذاب وتحولت قلوبنا من شده القسوه والحجر غادي نتفقوا باش نقتلوه. كانوا موالين الفكره هما الاسرى الصبليون اللي غيقولوا لنا باش كنا نهزو خناجر ونقطعوه منين يجي بالليل سكران بالماحيه اللي كنا اصلا حنا اللي كنصايبوها ليه. ولكن العبد غيعرف الخطه حيت غيسمع الصبليون كيهضروا وهو كيعرف الصبليونيه، وهكا غيهرب وما غيبقاش يرجع عندنا مره اخرى بالليل. هنا بدينا كنفكروا كيفاش نقتلوه بشي طريقه اخرى، بالسم مثلا. فكرنا نديروا ليه سم في الماحيه، والعجب كيفاش انه من ذاك النهار ما بقاش كيشرب الماحيه الا دقا هذاك اللي غادي يعطيها ليه. هاد المحاولات زادت العدوانيه ديالو، بحيث غير شي ايام
غيقطع راس واحد الإسباني غير حيت تعطل وما مدش ليه دلو ديال الماء اللي طلب منه. جات سنة 1678 وجا معاه الوباء والطاعون اللي ضرب معاه البلاد وضرب معاه العبد وضرب معاه حتى الأسرى. طاحوا منا 50 واحد من أصل 200. غادي يبقى الوباء مدة 3 سنين في البلاد. المهم اسمحوا لي نوصف لكم واحدة من أعجب المناطق ديال المغرب، وهي منطقة سوس. كانت سوس فيها بزاف ديال القصبات، وسواسة معروفين على أن المقاتلين ديالهم اشتادوا معلمية في استعمال الأسلحة، والجبال ديالهم عامرة بالخيرات. عندهم مناجم ديال النحاس وديال الذهب كينقصهم غير الصوف. وفي هاد الجبال كاين عدد كبير ديال السبوعة اللي كانوا بالنهار في العرين ديالهم حتى الليل عاد كيخرجوا يصيدوا القوت ديالهم. وهكا كانوا سواسة كيديروا كمائن لهاد السبوعة وكيصيدوهم. كان الطريقة ديال الصيد ديالهم على الشكل التالي: كيحفروا مطمورة كبيرة، واللي ما عارفش مطمورة شنو هي، مطمورة هي حفرة كبيرة كان في الفم ديال المطمورة يحطوا بحال الخشبة على شكل قنطرة، ولكن مشدودة غير على جهة، والجهة الثانية كتدير وسط المطمورة. كيتبتوها بطريقة معينة، كيحطوا الحولي في الراس ديال الفخ. منين كيشم السبع ريحة اللحم من الجبال كينزل يشمشم، ومنين كيوصل المطمورة كيدخل باش ياكل الفريسة. هنا كيخوى به الفخ وكيطيح في المطمورة. غتقول لي وكيفاش غيدني يشدوه من المطمورة ويطلعوه؟ كانوا الصيادة دايرين جنب المطمورة مطمورة أخرى، وبيناتهم دايرين حفرة هي الرابط بين المطمورة الأولى والمطمورة الثانية. وفي المطمورة الصغيرة دايرين قفز كبير ودايرين فيها طرف ديال اللحم. منين كيحس السبع بالجوع كيدخل في هذيك الحفرة اللي فيها القفز، وهكا كيتسد عليه القفز وكيكون بهذه الطريقة شدو السبع حي. وهنا كتولي القضية سهلة عندهم، حيت القفز عنده حلقات كبار كيربطوا معاهم حبال وكيهزوه على ظهر شي دابة، ومن بعد كيقتلوه باش يستافدوا من جلده. المهم منين غيشوف الملك على ان الطاعون طول ويقدر يقتل كاع الاسرى، غيقترح علينا نعطيو فدية ويطلق السراح ديالنا. جمعنا احنا واحد العدد وكل واحد فينا باش وعد الملك. كان اللي وعدو ب200 ريال بحالي انا، وكاين اللي ب300 وكاين اللي ب350 تقريبا. وافق الملك. غيدوزنا عند العامل ديالو والنائب ديالو في افريقيا عمرو حدو الحمياني باش ياخد من عندنا الفلوس ديال الفدية. ومنين وصلنا عنده وسمع المبالغ اللي اتفقنا عليها تقلب علينا وما بغاش يطلق سراحنا. اعتبر ان هاد الفلوس قليلة، غيطلب منا 1000 ريال الواحد. ومنين ما قديناش على هاد الثمن غيحبس هاد الصفقة وغيفضل يحرط علينا مقابل يطلقنا بالثمن الاول. غيسلسلنا بسلسلة غليظة وثقيلة تقريبا كتوزن 20 رطل. ربطنا جوج مع جوج وصفتنا هكا كنصلحوا الواد الحار اللي كانت عبارة على مجاري تحت الأرض كانوا كيصايبوها، وعن طريقها الوسخ ديال الناس كيمشي مع هاد الواد الحار ديال المدينة وكيكب في الواد. منين سالينا من الواد الحار داونا باش نهزو كاع الزبل ديال المدينة ونكسو كاع الوسخ اللي فيها. كنا كنهزو هاد الزبل وكتحطو في سلات اللي هازين قدامنا، وهكا هادوك السلات كانوا كيسربوا الماء ديال الوسخ وكيتكفح علينا على حوايجنا كاملين. كانوا الحراس ديالنا هازين عصي من شجر الرمان ولا السفرجل. كانت العصا ثقيله واللي تعطل شويه كينزلوا عليها بضربه لقصبه الرجل ولا الكتاف حتى كيطيحوا ليه يديه. غيموتوا جوج بسبب هاد العذاب. وبكثرة ما قتلنا الجوع طلبنا من القايد عمرو الخبز. يجاوبنا كلوا الحجر يا ولاد الكلاب، ما غنعطيكم والو تعطيوني 1000 ريال. بل وصلت بينا واحد نهار ركعنا تحت رجليه وقلنا ليه غير عطينا ناكلو ولا قتلنا. هنا غينزل لواحد الصبليوني اللي هضر بسميتنا بالا للراس كان غادي يقتلو. وبالليل منين كنساليو كينزلونا في واحد المطمورة غارقة وكنبقاو مع بعضياتنا، وهي المرة الوحيدة في 24 ساعة فين كنبقاو بوحدنا بلا سجان. سمحوا لي الا كنت كنقص بكم مرة بالأحداث، ولكن السياق ديال الهضرة كيرجعنا على حسب المكان والزمان وكيفرض علينا نقلوا عبر الأزمنة. حنا كنا هضرنا على مولاي إسماعيل
ولكن ما حكيتش لكم مزيان عليه. غادي نحاول نوصفه لكم، خصوصا انه كيختلف تماما على كاع الملوك اللي سبقوه، وهذا الشيء بحسب الرعايه ديالو. كان مولاي اسماعيل واللي بالمناسبه احنا دابا تنقلنا معاه لمكناس، حيت كيف ما قلت لكم من قبل انه استقر بمكناس. مولاي اسماعيل عمرو دابا 37 عام، طويل ورقيق، ولو انه كيبان غليظ بسبب الحوايج ديالو. وجهه احمر مفتوح، زوين الملامح، عنده لحيه طويله، خبير في الحروب، شجاع عظيم، ديما كيمشي على راس العسكر ديالو، ديما كيمشي في المقدمه في وقت المعارك، هو اللي كيقاد ليهم الصف، كيكون ديما في الصف الاول وما كيرجعش للور. ما عمرو هرب من شي معركه، ولو انه مرارا كان كيفقد الامارات ديالو. كان فارس بمعنى الكلمه، وبعيني شفتو واحد النهار راكب على العود كيجري وشاد ولدو بيد وشاد الرمح باليد الاخرى. 28 اكتوبر 1680 غتجي قافله ديال المحسنين من مارسيليا باش يحرونا، غينزلوا في سبته، ولكن غيتمنعوا باش يدخلوا للمغرب حتى يخلصوا الاتاوه اللي كانت 100 ريال في الشهر. المهم غتوصل الخبر للملك اللي غيسمح لهم باش يجيو للقصر باش يفديو الاسرى. غيتلاقاو بالقائد عمر وغيسولهم على المبلغ اللي جاو بيه. غيقولوا ليه على ان المبلغ كامل اللي عندهم هو 10,000 ريال. غيسولهم القائد عمر شكون اللي عطاكم هذا المبلغ؟ واش ملك فرنسا ولا المحسنين؟ الا كان من الملك فهو مقبول، ولكن غتفقدوا الاحترام ديالنا للملك ديالكم اللي معروف كأغنى ملك في اوروبا، وحشومه ملك بهذا الحجم يعطي هذا المبلغ الصغير كفديه للاسرى ديالو. غيزيد على انه ما كيعتقدش ان الملك يقدر يعطي الثمن رخيص مقابل تحرير الاسرى. المهم غيقولوا ليه المبعوثين على ان الفلوس ما رسلهاش الملك وانما هي فلوس التبرعات. المهم القائد عمر غيديهم عند الملك اللي غيقول لهم على ان الفلوس اللي جابوه ما كافياش باش تفدي كاع الاسرى، وقال لهم على انه ب 10,000 ريال غيقدروا يفديو 50 واحد، والبقيه الا بغاو يفديوهم خاصهم يكملوا 30,000 ريال. المهم غادي يغوتوا عليا مع كاع الاسرى الفرنسيين باش يتم اختيار اللي غيتم التحرير ديالهم. كان اللي كيختار هو الملك ومعاه ولد عيشه اللي كان اسرنا في الاول. كانوا كيختاروا الاسرى على حسب القوه والثمن، فاللي كانت عنده قيمه مثلا رئيس ولا تاجر غيحتفظوا به، واللي فقير وما عندهم ما يصوروا منه كيختاروه باش يحروه. ولكن انا من ظهري العوج ما غاديش يختاروني، ماشي حيت عندي قيمه ماديه، ولكن حيت شافوني على انني حمار طاحونه قد باش ندير الاعمال الشاقه ديال البني وعندي القوه ديالها. وغير شفت على ان ظهري عوج وباقي غنزيد في العذاب، طحت على ركبيه وركعت وبديت كنبوس الارض تحت رجليه، وبديت كنطلب ونزوق فيه، وقلت ليه سيدي انا راني اسير قديم، راني دوزت 11 عام في الاسر، راني اقدم واحد فيهم، ما عندي لا حنين لا رحيم، فقير وما كاينش اللي يفديني. وزدت قلت ليه باللي كنتسنى البركه من عند الله وطامع في الرحمه ديالو. هنا غادي يطلب الملك من الحراس باش يحيدوني من قدامه، ولكن ما يأستش، ما بقى عندي ما نخسر. خرجت مره اخرى من الصف وطحت قدام رجليه وبديت كنزاوب فيه مره اخرى. هاد الملك غادي يدور عند واحد الحارس وغيسولو على شنو الخدمه ديالي. غيقول ليه نعم سيدي، هذا خدام مره كيسحق اللوان مره وكيخدم مع النقاشين بالقبص. غيتعجب الملك وغيقول ليه 11 عام وما تعلم حتى حرفه، ولاني مكلخ هذا الخدمه اللي كيدير يقدر يديرها الواحد ويتعلمها في 4 ايام. وانا غيقول لي الملك سير في حالك راك حر. بديت كنبوس الارض وكنبوس الرجلين لعود اللي راكب فوقه بالكثرة الفرحه. هزونا الحرس وجمعونا حوالي 45 اللي حرر لنا الملك في جهه واحده، واخا الملك واعد الوفد ب50 فغادي يحرر غير 45. تخيلوا معايا منين غادي نكونوا غاديين غيوقفنا الملك باش يحسبونا مره اخرى وغيختارني انا وواحد 4 اخرين اللي كانوا كيزاوقوا بزاف اكثر من الاخرين، وغيقول لرئيس الوفد شنو بان ليك تخلي لي هاد ال5
ونعطيك بلاصتهم 10 باش تكمل 50. هنا غيرد عليه الرئيس ديال الوفد على أنه مكتفي بهذا العدد وغيشكرو، وهكا غادي تسالي قصتي أخيرا، منين غادي نتحرر بعد 11 سنة كأسير بلاد المغرب.